في هذا لوفيتشو ديال ليمبيغو حنت هنا اللي يجي فين كيجي كيقلب على خدمه وفين زعما واحد كيقلب على راسو. حنت هنا ازمه كاينه بزاف وبدا واحد خصو ديما يقلب عمر ما يحضر يريح، ديما خصو يحاول باش يقلب على شي حاجه، يجي في هذا تشنت ديال ليمبيغو يقلب على خدمه، يمشي للشركات الجنسيات. بعزيمة شاب مغربي بالمهجر يقصد محمد العمامي إحدى وكالات التشغيل بجهة إيميليا رومانيا شمال إيطاليا، فمنذ أن ولج صفوف العاطلين عن العمل زهاء 2.5 سنين لا يتردد محمد البالغ من العمر 35 سنة في البحث عن آفاق جديدة لمجابهة تحديات معيشية تتفاقم يوما بعد آخر، إلا أنه متشبث باقتحام أبواب أخرى للعثور على فرصة شغل بأي قطاع كان. هنا في لوفيتشو دفعت الوراق ديالي باش حيت لقيت واحد الخدمه، دابا دفعت لهم وقال لي دابا واحد شي شويه غيعيطوا ليا حتى يكلموا الشركه يشوفوا الوراق ديالي انا ويشوفوا الوراق ديال شي ناس اخرين. مغاربة إيطاليا هم الأكثر تضررا، إلا أن الإيطاليين بأنفسهم لم يسلموا من تداعيات الانكماش الاقتصادي. أعترف أن المهاجرين أحيانا يجدون فرص عمل أكثر منا نحن السكان الأصليون بإيطاليا. أوضاع المهاجرين المغاربة في سوق الشغل الإيطالي تدهورت بشكل حاد، فمعدل البطالة ارتفع إلى حدود 22.7% ليضاعف بذلك المعدل العام للبطالة بإيطاليا. فبعد أن طال الركود الاقتصادي قطاع البناء والعقار، انتقل بعدها إلى جل المجالات كالخدمات والسياحة. هذه الأرقام والمعطيات يؤكدها جون كارلو فيرو، الصحفي المتخصص في شؤون الاندماج والهجرة. المهاجرون من الجيل الثاني أو الثالث يأتون في مقدمة المتضررين من الأزمة، وغالبيتهم قرر المغادرة بعد أن أغلقت العديد من المعامل أبوابها أو أنها عمدت إلى تسريح العمال. فكرة الرجوع إلى المغرب لا يستبعدها صديقنا محمد في الوقت الراهن. أنا كنفكر لما كانش خدمة لا حتى شي حاجة كيبان لي واحد يمشي لبلادو أحسن حاجة، حتى أنا ما كاين حتى حاجة، وأنا دابا عندي طوموبيلة وموقفة، هذه الطوموبيلة ديال الخوادري، حيت نيت ليسانس غالي ومصاريف غالية هنا في طاليان كلشي غالي. الزيادة الحادة في البطالة طويلة الأمد بين المهاجرين تتجلى معالمها في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى 44%. هنا بإيطاليا والتي تعيش أسوأ فترة اقتصادية لها منذ 30 سنة، يظل المغاربة في حيرة من أمرهم، فإما مواصلة الجهود للحصول على فرصة عمل في أي قطاع كان أو العودة إلى المغرب، وهو اختيار لا يستبعده عدد كبير من المهاجرين المغاربة القاطنين بإيطاليا.